المكان الزعفرانة، الريس المثير للجدل لو انت عايز تسميها. النهاردة رحت الزعفرانة مخصوص عشان اقابل يحيى دهب. ليه انت في الفترة الأخيرة في جدل كتير حواليك؟ الموضوع ده ليه قصه يعني. هي الزعفرانة دي فيها سمك أصلا؟ دي بتاعت اللي يعني الحاجات البسيطة. أنا هقول لك كلام الناس. وانا مش طالع اجيب الهاوي معايا اعذبه. هل الصيد رزق ولا حرفة؟ احنا بنقول هل الصيد رزق فأي حد ممكن ياخد ولا حرفة اجتهد وتعلم؟ افهمها بس. لا، رزق. هات القهوة يا سيدي، القهوة عادي، يبقى انا عادي اخد القهوة هنا، لا ليه؟ رزق اي حد يطلع اي سمك في اي وقت وفي اي مكان. حرفه للسمك المتقلات اللي بيحتاج صنعه في شده وتطليعه من وسط الحديد ومن وسط الشعب المرجانيه. طيب يعني السمكة الكبيرة العفرة اللي فيها شغل تيجي مع الصياد برضو اللي على قده ونقول ده رزقه، ولا ما يعرفش يطلعها؟ مش هيعرف يطلعها هنا مش هيعرف يطلعها. على الحديد بالذات مش هيعرف يطلعها. طب اقول لك على حاجة تانية مرتبطة بنفس القصة دي، ان بيقول لك ان الريس بياخد سمك والناس اللي على المركب بتاخد بلح. يعني انتوا بقى بتصطادوا من على النخلة ولا ايه؟ الناس اللي على المركب تاخد بلح والريس ياخد سمك، ونبقى قاعدين بقى دب دب والريس ياخد سمك. انا كلمت في الموضوع ده قبل كده برضو وفهمت الناس. هو مش الريس بياخد سمك عشان انت هو قاعد على حته بيطلع من خرم وانت لا. القصه كلها ايه؟ معظم الهواه بيتعاملوا بطريقه واحده في الشغل. هو العود تسقيط سنين ثلاثه انزل تحت منك وبتستنى وانا قلت اقعد جنب الريس شوفه شغال ازاي. اساله الخيط بتاعك قد ايه، السن بتاعك نظامه ايه، الطعميه اللي انت بتحطها بتركبها ازاي. اقعد شوف الريس. يعني انت عايزني ابقى راجل بقالي 15 سنه 20 سنه بطلع بحر واجي اقعد اقول لك سنك كام ورصاصك كام وبتاع؟ استحي يا راجل. لا ما تستحيش، صلي على النبي صلى الله عليه انت وسلم. راجل في الاول وفي الاخر، انت هاوي. اه يعني ما انتش قاعد في البحر 24 ساعه. اه انت هاوي، انت جاي تمارس هوايتك، جاي تتمتع، جاي تغير جو، جاي تصطاد لك سمكتين تروح بيهم. لكن الصياد قاعد في البحر 24 ساعه وعارف السمكه دي بتاكل امتى وبتاكل ازاي وعلى اي طريقه، سواء وش سواء تسقيط سواء جيجنج. فانت ايه المشكله ان انت تساله؟ طيب الريس يحيى دهب بيقول لكم اول نصيحه واغلى نصيحه لما تطلع على مركب فيها ريس حياته في البحر، ما تستكبرش انك تعرف السطب اللي هو شغال بيه ايه، الخيط كام، السن كام، بيعمل ايه، بيخلي ايه. طب لو الريس طلع ينام اطلع نام؟ الريس لما بيطلع ايوه والله. طب اقول لك على حاجه ودليل عندي. امبارح دخلت الساعه 12 او واحده كده، نمت، الزبائن قاعده ورا، الراجل ده نزله مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه. يبعتوا لي يا احمد تعالى يا ريس عايزين ننقل. قلت له مفيش نقل دلوقتي. ايه؟ قلت لهم الساعه 4 هتبدا تاكل السمك. طب ازاي؟ هو المد واخد سيل ناحيه السويس، اتجاه السويس، مد سيل. سمكه مش هتاكل في المد ده، سمكه هنا بتاكل في التوقيفه. الساعه 3:30 قمت شربت كوبايه الشاي، مسكت الخيط، طلعت على البوز. اول نزله مطلع انش فيه حوالي 25 كيلو. اهو صل على النبي. اهو ايدك اهو. ورجلك. الله ينور يا ريس. صلاه النبي قباله وحش. ما شاء الله. وحش يا ريس ايدك خدها يا ريس. عاش يا ريس. وحش. ابتدت الناس بقى ايه ده معقوله ده في سمك هوب طلعوا من هنا. ابتدى الكشر يخش وابتدينا نطلع كشر فوانيس في شهر 2. الناس ما بقتش مصدقه في كشر في الوقت ده. ازاي؟ هو ليه وقت وليه طريقه. يبقى تاني نصيحة بيقول لك لما الريس يطلع ينام اطلع نام. لو انت تعرف انا هعمل ايه، والله لو طلب قهوة هطلب قهوة، ممكن تكون السمكة بتاكل على قهوة، انا مالي يا باشا. طب انا عايز اسالك على امبارح قال الكلمه دي، قال لهم الريس يحيى قاعد السمك عارفه وبيطلع ياكل له وقت ما بينزل خيطه. يلا بينا بقى نخش على الحتة الشائكة بقى. هو سمك الريس والبحرية بتاخدوه ولا بتدوا له الرحلة؟ لا انا على مركبي هنا انا ليا معتقدات غير اي حد. الهاوي حاجز المركب يبقى اي سمكه بتطلع على ظهر المركب بتاعته. ما تزعلش مني يعني الحته دي، انا والله ما برضى اخشها عشان ما ازعلش حد. يعني اي انا ما برضاش اخش الحته دي عشان ما ازعلش حد، لكن
كتير جدا من الهواة لما بيطلعوا على المركب الريس والبحريه بيطلعوا سمك وهم ما بيطلعوش والاخر يشتروه. يعني مش عايز اخش في حدوته كبيره، لكن خلوني اريح من الحته دي. لكن الريس يحيى بيقول لك على مركبه ليه نظام، تعالوا نعرف نظامه. ايه نظامك يا رياسه؟ انا عندي اولا مفيش بحر بيمسك خيط الا لما بيكون فاضي، يعني ليه؟ اهم حاجه عندي البحريه خدمه الزباين، خدمه الضيوف دي 1 و2 و3 بالنسبه لي. طب انت خدمه الضيوف دي شاي وقهوه، ولا خدمه الضيوف انه يعلم حتى يغير، يعمل وش، يفك وعر، يعمل وشاش، يفك وعر، يقطع طعوم، كل حاجه. طيب. انت معاك بحر قاعد معاك بالليل وبحر قاعد معاك بالنهار، غير ان في شيف في المركب. طبعا دي مش موجوده بالذات في زعفرانه، ان يبقى طاقم المركب 4 افراد. انا قاعد 24 ساعه قدام على الخيط بصطاد للزباين. طلع سمكه، طلع طن، بتوع الضيوف بتوع الرحله. يبقى حتى يعني عارف الفكره نفسها، انت بتفرح بالسمكه اللي جايبها الريس، لان بتفرح بيها من عده زوايا. 1 انك اتفرجت على سيت اب، 2 انك اتعلمت طريقه صيد، 3 انك شفت اكشن سمكه، 4 انك شفت طريقه تعامله مع السمكه، 5 انك خدت السمكه. حلو ده؟ حلو ده، صح كده؟ صح كده. على الرايق، الحديث لسه مستمر والكلام لسه ماشي والحواديت ما بتنتهيش. انا بسأل، ما يهمنيش. فان شاء الله في الجزء الثالث هنشوف حاجات مهمه مع الريس يحيى دهب ومركب النجم الذهبي الزعفران.